أهلا بكم معانا تقرير جديد من جوه الحدث. ناس جت واستغاثت وحقنا ضاع وعملنا اللازم كله والدنيا طلعت والدنيا نزلت، وفي النهاية لما حق الناس دي جه بهمجية البشر في لحظة ضيعوا كل حقوقهم بالكامل. ايه الموضوع؟ تابع معانا. النهاردة بقالي فترة ماضية بقى عندي واخد موقف كده ان انا ما اطلعش ولا اتكلم مع حد ولا حابب ان انا اطلع بمواضيع، لان في النهاية بلاقي الحصاد بدأ يكون في النهاية صفر. مادام هنطلع نتكلم ونتعب ونشتغل مع الناس، وقت الجد نلاقي الناس هي اللي بتضيع حقها بنفسها. طب طالعين نتكلم نقول للناس ايه؟ طالعين نقول لأي مسؤول ايه؟ ده الموضوع اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم النهارده. هناخد اول حاجة هنتكلم فيها حد من اهالينا، سيدة وسيدة اخرى، وجم الناس بتبكي، الناس بتستغيث، حقنا ضاع، حقنا في المقابر راح، الناس خدت حقنا. الحاج كان جاي يندفن رجع تاني مصر ورفضوا يدفنوه هنا، وبصراحة استغاثة وبكاء. فأنا كل اللي قدرت عليه إن أنا نزلت عملت حلقة ونشدت الناس اللي هي بتتضرر منهم، يا أسيادنا لو سمحتم الناس دي ليهم حق عندكم. واتكلمنا وحبينا نضرب أمثال بأن حضراتكم بتتخانقوا على المقابر. الموضوع في الأول والآخر ده متر واحد بتنام فيه لمدة سنة، بعد السنة ما بتلاقيش حاجة. الموضوع اتكلمنا فيه، وفي النهاية رحت على السيد رئيس المدينة. احنا قد ما بنتكلم في مواضيع وبنبدأ نسردها لأهالينا من خلال التقارير اللي بننزل بيها، من زاوية تانية بنلجأ للمسؤول عشان نحل أي موضوع. خلاف ناس كتير من السادة اللي طبعا منهم الإعلاميين أو السادة المقدمين برامج أو إلى خلافه. المهم عندي إن أنا أذيع الحاجة بعد كده لا يلتفت ليها على الإطلاق. الموضوع جاب، الموضوع ما جابش ولا فارق معاهم. إحنا هنا كأسرة جوه الحدث بنذيع الحاجة ولابد نتابع مع المسؤول. رحت للسيد رئيس المدينة الموقر، قلت له يا فندم عايزين نتاجر مع ربنا سوا. قال لي عينيا الاتنين. قلت له في مشكلة 1 2 3. قال لي ابعت هات الناس دي، وفعلا بعت جبت الناس دي. الست واختها قعدوا يتكلموا مع الراجل. حصل الموضوع بالكامل ده في مكتب السيد رئيس المدينة. الراجل على الفور ما تأخرش، اتصل بالناس اللي هم الخصم ليهم. قال له بعد إذنك ممكن تيجي تاخد معايا شاي؟ قال له حاضر. وفعلا في خلال 10 دقايق الراجل جه وقعد. الراجل لما قعد قال له الناس دي لها حق عندك؟ قال له لا، ما لهمش حقوق، الناس اصلا ما كانوش بيدفعوا في اي حاجة. وطلع كلام برهان يثبت ان الناس دي بتقول ما لهاش حاجة. قال له طب حضرتك معاك ورق بالمقابر دي؟ قال له لا، ده مشاع ما فيش ورق للمقابر. الراجل مشكورا قال له يبقى المقابر دي من حق رئاسة المدينة. طب ابعت. قال له خلاص يبقى في ناس من عائلتنا فلان وفلان. قال له نبعت نجيبهم ونعمل قعدة جميلة كده نضيفكم هنا وكل واحد له حق ياخده. الناس دي لها حق عندكم؟ هنقدر نثبته ما لهمش حق عندكم. الناس دي تلجأ للقضاء، تاخد اي اتجاه تاني تمشي فيه. وعلى الفور الموضوع بدأ ياخد اجراءات على ان الموضوع هينتهي والدنيا جميلة وكل واحد له حق هيبدأ ياخده. في نفس اللحظة
حصل نقاش بسيط جدا بين الخصم ده وبين الخصم ده. قام الخصم السيدة اللي احنا طبعا طلعنا وعملنا استغاثة واتكلمنا وكل الكلام ده، قامت اتهجمت على الخصم الثاني لفظيا في مكتب السيد رئيس المدينة. الراجل مشكورا راح ظاهر لي كده، والكلام ده ما يحصلش لأن الراجل ده ضيفي، وانت حضرتك اتفضلي بره. بره يعني اتكلمنا، عملنا حلقات، ورحنا قعدنا مع المسؤول عشان نحل الأزمة دي بين أسرتين أو بين عائلتين، وفي النهاية بطرق الهمجية اللي احنا ممكن بنتبعها ضيعنا حقنا في لحظة. يبقى ايه لازمة استغاثة وتصوير ونعيط ونعمل؟ يبقى ملوش لازمة كل الكلام ده. ده بند اتكلمنا فيه، وده كان سبب رئيسي ان بدأ يبقى عندنا كسر نفس ان احنا ما نطلعش نتكلم في حاجة بعد كده. موضوع تاني خاص بأخونا المحترم الأخ سعيد البربري. الراجل ده عنده توك توك، والتوك توك اتسرق منه الساعة 3 بالليل، واتكلمنا ونشدنا العالم ونشدنا الحرامي عديم الضمير، قلنا له يعني ما جاتش على الراجل ده الراجل ده كل حركته بالتوك توك، واتكلمنا في الموضوع ده. وفي النهاية شاء القدر ان اتعرف مين اللي اخد التوك توك ده. المفروض يا راجل يا طيب انت رحت اسم الشرطة وعملت بلاغ، والاسم واخد كل اتجاهاته وكل اتصالاته، يبقى المطلوب من حضرتك عرفت مكان التوك توك تبلغ اسم الشرطة. ولكن كانوا توك توك بتاع حد من الجيران والتوك توك بتاعه، راحوا عاملين رباطية مع بعض وطلعوا على الولد اللي اخد التوك توك. حصلت مشاجرة بناتهم، وحد رفع خشبة خبط ده على دماغه وده على دماغه، وبقت مشكلة كبيرة جدا. وأم أحد الأشخاص اللي هم واخدين التوك توك ده رفعت قضية ضدهم إن هم خطفوا الولد، والموضوع دخل في قضية تانية خالص. الناس اللي هم لهم حق وأصحاب التوك توك بقوا يروحوا يبوسوا في ايد الناس اللي واخدين التوك توك عشان يعفوا عنهم. يعني حقهم جه وضيعوه في لحظة ودفعوا فلوس كمان من جيبهم. ايه اللي احنا عملناه؟ هو ده اللي احنا بنسعى فيه النهاردة عشان نوصل صوت اهالينا ونساعدهم في اي موقف مهما كان فيه استغاثة، عشان نصل بيهم في النهاية للأمان، للي له حق بياخده، للي بيناشد اللي عايز يوصل للمسؤول بنوصل صوته للمسؤول وبكل شياكة وكل احترام، وفي النهاية حقه بالسلامة كده في دقيقة واحدة حقه ضاع. الحاجة الثالثة، لما طبعا معروف على مستوى العالم ان التربية والتعليم دي اهل العلم النهاردة بنقول عليهم اصحاب رسالة. ابنائنا امانة في التربية والتعليم، لان التربية والتعليم اهلها بيعلموا ولادنا الصدق والامانة والرحمة والانسانية وكل حاجة حلوة وجميلة ولادنا بيتعلموها من داخل اي صرح تعليمي بواسطة ابناء التربية والتعليم اللي طبعا كلك اساتذتنا ولهم عندنا كل الاحترام. اما لاقي احد هؤلاء ربنا كرمك ومعاك منصب النهارده او قائد لصرح تعليمي وتفرد عضلاتك وسلطتك على انسان ضعيف، انسان بيقول لك لله عايز ياكل عيش،
ربنا خلقك واداك مكانتك ومنصبك ده عشان تقف تتصدر ضد الضعيف وتقول له مش هفوت لك الهوى ويانا يا انت. عملنا حلقة وعملنا 2 ورحنا قعدنا مع السيد المحترم دكتور محمد صلاح وكيل الوزارة، وراجل قابلنا مقابلة محترمة جدا. وتاني يوم الراجل نزل بنفسه للصرح التعليمي ده وقال له الناس دي عايزة تاكل عيش، مش هقول لك اكتر من كده. حاضر يا باشا وتحت امرك يا باشا. والراجل مشي من هنا. زاد العناد اكتر واكتر واكتر. احنا رايحين فين؟ يعني احنا النهارده عشان طالعين بنتكلم وبنقف جنب الضعيف عشان اللي له حق بياخده، فيه اللي ضيع حقه بايده، وفيه اللي بيدور على حقه، وفيه راجل قوي صاحب نفوذ، راجل قائم على سلطة صرح تعليمي متعند، ولك ربنا سبحانه وتعالى فوق وانا هنا في الارض اهو، ومفيش حد كلامه هيمشي. انا هنا كل في كل. طب الناس كانت تعمل لك ايه؟ ايه المطلوب الناس دي كانت تعمله عشان حضرتك تعفو عنهم وتسيبهم ياكلوا عيش؟ طلعت الراجل رفع هدومه كده اهو ووراك بطنه مفتوحة كده. عايز ايه اكتر من كده؟ جاي على الناس دي ليه؟ فطلعنا اتكلمنا في كل حاجة ما خلناش، وكنا دايما بنطلع نتكلم. اهم حاجة عندنا واهم بند عندنا اهالينا البسطاء الضعفاء، كل همومنا كأسر جوه الحدث الوقوف بجانب هؤلاء ضد اي حد بيفرض عضلاته على الغلابة. في حاجات كتير جدا قدمناها وكانت ايجابية وقدرنا نصل بيها وبالمواطن والراجل الضعيف والغلبان لبر الامان. لكن ال3 تقارير دول كانوا مزعلين او كأسرة برنامج، لان ما قدرناش نصل باصحابهم لبر الامان. الفترة القادمة قررنا كأسر جوه الحدث كل كلامنا هيكون خاص مع المسؤول فقط، مش هنتكلم في حاجات شخصية، هنتكلم في حاجات عامة، من مياه شرب، من صرف صحي، من غاز لكهرباء، من محليات، من فساد فنيين الإدارة الهندسية في الشوارع وما يحدث. كل الكلام ده هنتناول هذه المواضيع للصالح العام، للصالح العام وليس لأي مصالح خاصة بأفراد. محتاجين دعم حضراتكم معانا هذه الفترة القادمة. وجودك معانا على القناة أو وجودك معانا من خلال التواصل الاجتماعي أعتقد هيدينا القوة ونقدر نتعامل مع أي مشكلة مهما كانت عامة ونصل بها للمسؤول. ده كان تقرير أنا يمكن ألقيت عليه هذا المسمى. عايز أقول التقرير ده اسمه ضياع الحقوق. حقك جالك وبطريقتك وبهمجيتك ضيعته. كل التحية وكل التقدير لحضراتكم.